في أماكن الناس بتعدي عليها كل يوم ومفيش حاجة تلفت النظر، لكن أحياناً مكان عادي جداً بيخبي جواه حاجة لو اتكشفت ممكن تغير نظرتك لكل حاجة حواليك. القصة دي حصلت في بورسعيد، مدينة هادية على البحر، ناسها طيبين وشوارعها بسيطة. لكن في منطقة اسمها الزهور في يوم عادي جدا حصلت حاجة مش أي حد يقدر يفسرها. في سنة 2022 ناس رايحة تزور المقابر، مش أول مرة ولا آخر مرة. مشهد طبيعي جدا، رجالة، ستات، أطفال ماشيين وسط القبور بيقروا الفاتحة ويسلموا على أهلهم. لكن وسط المشهد ده في حاجة كانت غلط. في راجل مسن واقف بعيد، مش بيقرأ ولا بيزور حد، كان واقف ثابت، لابس جلابية غامقة قديمة وشكله مرهق وشايل شنطة جينز زرقاء. في الأول محدش خد باله منه، لكن بعد شوية حد لاحظ إن الراجل ده نزل جوه القبر، مش بيقف جنبه، مش بيزور حد فيه، نزل جوه القبر. وهنا الناس بدأت تقرب. في حد نزل وراه، شافه وهو بيعبث في حاجة جوه القبر بإيده، كأنه بيدور على حاجة أو كأنه بيطلع حاجة. لما الناس سألته مردش، كان ساكت باصص قدامه، مش شايفهم، كأنه في مكان تاني خالص. الناس شدته وطلعوه بره، لكن الشنطة كانت لسه في ايده. حد قال افتحوها. فتحوا الشنطة، وفي اللحظة دي كل حاجة وقفت. جماجم، عظام بشرية، وأوراق مكتوب عليها كلام مش مفهوم. الراجل كان دجال، لكن الغريب إنه ما خافش، ما حاولش يهرب، ما دافعش عن نفسه. كان واقف وباصص، لكن مش للناس، كأنه شايف حاجة تانية خالص، حاجة محدش غيره شايفها. الناس ما استحملتش، ضربوه واتنقل المستشفى. لكن القصة ما انتهتش هنا. في التحقيقات قال حاجة خلت كل اللي سمعها يسكت. قال دي مش أول مرة. وهنا رجعوا بذاكرتهم لسنة 1999. في شقة في بورسعيد حصل انفجار، لكن مش انفجار عادي. مفيش نار، مفيش دخان، بس كل حاجة اتفرتكت. الأثاث كله اترمى بره، الكنبة، التلاجة، السرير، حتى الزجاج اتقطع بدقة. الحوائط نفسها اتخلعت كأنها حاجة طرية، كأن حد فك المكان ورجعه تاني. الناس قالت وقتها إن في دجال كان عايش هناك، وكان بيحاول يستحضر جن، بس معرفش يصرفهم، واللي خرج ما كانش المفروض يخرج. الدجال في 2022 قال إنه بيجمع العظام لنفس السبب، لكن قال حاجة أخطر. قال أنا مش لوحدي، وقال إن في ناس تانية بتعمل نفس اللي بيعمله من سنين، يمكن من قبل 1999 كمان. القصتين بينهم 23 سنة، لكن الطريقة واحدة. قبر اتفتح وشقة انفجرت، والسؤال
مين كان بيكمل الشغل طول السنين دي؟ وهل لسه موجود؟ لحد النهاردة في ناس في بورسعيد بتقول إن في أماكن محدش بيروحها، مش خوف، لكن عشان في حاجة هناك لسه موجودة. يمكن الحقيقة أبسط ويمكن أخطر بكتير، لكن المؤكد إن في ناس بتشوف حاجات ما ينفعش تتشاف، ولو دخلت المكان الغلط ممكن تشوف اللي مش المفروض تشوفه. ادعموا القناة